فيديو النهارده ممكن يبقى فيه فعلا حرق الاحداث فيلم سوبرمان، فلو انت مش عاوز الفيلم يتحرق عليك فبلاش تتابع فيديو النهارده. وده لان مؤخرا كده مع التسريبات اللي بتحصل من موقع تصوير الفيلم عن الجانب التاني بيتسرب بعض احداث فيلم سوبرمان. فخلينا في فيديو النهارده كده نشوف اخر التسريبات بتاعت موقع التصوير، ونتكلم كمان عن تسريب احداث الفيلم اللي ظهرت معانا مؤخرا، نشوف كده ان هي فعلا صحيحه ولا الكلام ده كله كده. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وفعل زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد. اهم حاجه تحط لايك على الفيديو، ومن غير ما نطول في الكلام يلا نبدا. في الاول كده خلينا نتكلم على الفيديو ده مره تانية، واللي هو قلت لك كده ان عن طريقه دي ممكن تكون بدله تانية غير اللي اتسربت معانا من موقع التصوير. وده لان زي ما وضحت لك في الفيديو اللي فات واللي قبله ان واضح جدا من البدله دي ان هي ما فيهاش الشرط الاحمر. كمان البدله اغمق شويه عن البدله اللي ظهرت معانا من موقع التصوير. طيب انا في الفيديو اللي فات قلت لك انا مستني علشان خاطر اتاكد من حاجه زي دي، والتاكيد ده هيجي عن طريق تسريب تاني، ان كان بقى فيديو اوضح شويه من الفيديو ده او حتى صوره، ولكن للاسف ما لقيتش اي حاجه من دي. وهنا بعد ما استنيت اي تسريبات تانية وفي النهايه ما لقيتش، فده عرفنا كده ان التصوير بتاع البدله دي كان مهم جدا، او على العموم المشهد بالكامل كان مهم، ان هم كانوا متحفظين عليه اكتر من المشاهد اللي تم تسريبها. واكبر دليل على ده ان اللي صور بالفعل المشهد ده صوره من مكان بعيد، مما يوضح معانا ان جودة الفيديو في النهاية ما ظهرتش بافضل حاجة. وبدل المشهد ده كانوا متحفظين عليه بالشكل ده، يبقى كده ممكن يكون المشهد ده مثلا في نهاية الفيلم، عشان زي ما قلت لك قبل كده وبقولها لك للمرة المليون ان اكيد هيكون في بدلة تانية وهتتقدم معانا مثلا في نهاية الفيلم بتاع سوبرمان. كمان قلت لك كده ان البدلة واضح جدا من الفيديو حتى لو جودته سيئة ان هي غامقة شوية عن البدلة اللي ظهرت معانا من التصوير. واللي انا في الفيديو اللي فات اديتك اكتر من نظرية حوالين البدلة دي، وارد بقى تكون مثلا نسخة تانية من سوبرمان، زي ما شفنا كده ان بشكل كبير جدا هيتقدم معانا الترا مان، واللي في الغالب هيتحول ويكون شرير، وبعد كده ممكن يكون عنده بدله خاصه بيه شبيهه الى بدله سوبرمان. ففي كلا الاحوال كل شيء وارد، ولكن لحد دلوقتي مفيش اي صوره او فيديو تاني لحاجه زي دي بتأكد معانا بالفعل ان المشهد ده متواجد في الفيلم، وان دي بدلة مختلفة تماما عن البدلة اللي اتقدمت معانا. بعد كده بنشوف فيديو تاني لشخصية سوبرمان، ولكن هنا يمكن الشخصية ما تكونش واضحة قوي، ويمكن الفيديو ده مش مهم او بالنسبة لنا، بس اللي واضح منه ان هما هيغيروا موقع التصوير او هينتقلوا لمكان تاني. واعتقد هنا بعد الفيديو ده مشوفناش اي تسريب تاني لشخصية سوبرمان. هنا بتكلم على سوبرمان مش كلارك كينت، لان بعدها كده بنشوف تسريب صورة لشخصية كلارك كانت، ولكن من ظهره هو ماسك جريدة الديلي بلانيت وبيحاول يعدي من الناس اللي متواجدة، واللي يمكن سبق وعرضت لك فيديو قبل كده شخصية كلارك كانت وهو ماشي في الازدحام وبيحاول يعدي من الناس علشان خاطر يدخل جوه الديلي بلانيت. على قد ما الفيديو ده يمكن ما كانش واضح، ولكن الصورة دي بتوضح الموضوع ده بشكل اكبر. وكالعادة يعني ده الطبيعي مع شخصية كلارك كانت، ان هو دايما متأخر على صحيفة الديلي بلانيت، بيحاول يبين نفسه دايما ان هو ضعيف، علشان بعد كده نروح لشخصية مستر ترافيك، الشخصية الاهم لحد دلوقتي من التسريبات مع شخصية سوبرمان. زي ما قلت لك كده ان الشخصية دي هتكون مقربة جدا مع شخصية سوبرمان على مدار احداث الفيلم، لان حرفيا ده اللي واضح لحد دلوقتي. طيب هنا من ضمن الحاجات اللي اتسربت كده لمستر ترافيك فيديو اولي، وبنشوفه كده بيجري بسرعة كبيرة جدا علشان خاطر يقف مرة واحدة قدام محل الحيوانات. بصراحة كده مع عرض الفيديو ده لأول مرة لما تيجي تتفرج عليه هتستغرب جدا من تحركات مستر ترافيك. هو من الآخر انت مش عارف هو بيعمل ايه، وبيعمل حاجات كده بطريقة كوميدية بشكل كبير وبشكل واضح. طب وبعدين هل شخصية مستر ترافيك هتتقدم معانا بشكل كوميدي في الفيلم؟ عاوز اقوله لك هنا ان انت مش اي حاجة تشوفها من التسريبات تحكم عليها من اول مرة، ان ما تنساش ان ده يعتبر كده تصوير اولي، لسه في تعديلات ولسه في مؤثرات بصرية، وكل الكلام ده هيختلف بشكل كبير جدا عن اللي هيتقدم معانا في الفيلم. فانا عن نفسي هنا لما جيت اتفرجت على الفيديو ده من اول مرة استغربت من تحركات مستر ترافيك، ولكن على الجانب التاني قلت ان اكيد ده مش طبيعي، في حاجة كده مش واضحة في الصورة. فهنا لما اجي اراجع الفيديو مرة تانية بكتشف كده ان مستر ترافيك وهو بيجري بيكون ماسك جهاز في ايديه،
وحاجه زي دي اتوضحت بشكل كبير جدا مع الصور اللي اتسربت من موقع التصوير من نفس برضه موقع التصوير بتاع مستر ترافيك مع الفيديو ده. فالصوره هنا بالفعل بتوضح حاجه زي دي، وان هو بالفعل ماسك جهاز في ايديه وبيتحرك التحركات دي، ومره واحده بيقف قدام محل الحيوانات، ما يوضح معانا كده ان اكيد الجهاز ده جهاز تتبع لحاجه معينه. وهنا لما تيجي تركز على نقطة زي دي أكيد طبعا هيجي أول حاجة في بالك شخصية أو الكلب كريبتو، لأن يعني مش معقول كل التلميحات اللي فاتت، ويمكن عرضتلك برضو تلميحات أخيرة في آخر فيديو عرضتهولك هنا على القناة، كمان في محل خاص بالحيوانات في فيلم سوبرمان، وظهر معانا أكتر من مرة من التسريبات اللي ظهرت قبل كده. فهنا يعني مش معقول بعد ده كله ممكن يكون ده تمهيد لحاجة تانية غير كريبتو. فهنا بنلاحظ كمان وقت ما مستر ترافيك بيوصل للمحل ده يقف قدامه كده، ولكن بالنسبه لي ده كله عادي. اللي مش عادي بقى تحركات مستر ترافيك بعد كده اللي كانت غريبه بشكل كبير جدا، ولو اي حد شاف الفيديو ده مش لاقي له اي تفسير هيقول على مستر ترافيك مجنون حرفيا. بس هنا التفسير الوحيد لحاجه زي دي ان مستر ترافيك بالفعل كان بيحاول يتتبع الكلب كريبتو عشان خاطر يشوفه وصل لحد فين، وده بعد ما سوبرمان تم القبض عليه، علشان هنا مستر ترافيك يساعد سوبرمان بحاجه زي دي ويشوف الكلب كريبتو راح فين ويعتني بيه، انه بالفعل تتبعه لحد ما وصل ليه في النهايه. بعد كده التحركات الغريبه دي لمستر ترافيك ده يعني كده ان هو بالفعل وجد الكلب كريبتو، وبعد كده بيلعبوا عادي جدا، ان التحركات بتاعته بتوضح حاجه زي دي. كمان لما تيجي تركز على ايد مستر ترافيك هتلاقي ان هو ماسك علبة كده، وممكن العلبة دي تكون طعام خاص بالكلاب، فدي برضو حاجة كمان بتأكد معانا ان اكيد الحركات دي تخص الكلب كريبتو. ولكن هو فين الكلب كريبتو اصلا؟ الواضح كده ان الكلب كريبتو هيتقدم معانا في الفيلم، ولكن معظم المشاهد هتكون سي جي اي، واعتقد يعني ان دي حاجة طبيعية. وبرضو هنا نقطة وعاوز اوضحها، لو انت عندك مشكلة مع جيمس جان في حوار السي جي اي ومش ضامن ان هو ممكن يقدمها لك بشكل كويس في فيلم سوبرمان، فاحب اقول لك اتفرج على الجزء الاخير من الجارديانز، هتعرف كويس جدا ان هو بيهتم جدا بنقطة زي دي. كمان برضو على الجانب التاني ما تنساش ان ثلاثية الجارديانز من الاساس يعتبر داخلها سي جي اي كبير جدا، وده لان معظم المشاهد بتاعتهم اصلا في الفضاء، وحاجة كده شبيهة باللانترن عندنا في دي سي. فهنا بالرغم ان انا اصلا مش بحب جيمس جان، ولكن ما انكرش ان هو بيتقن شغله بشكل كويس جدا. فهنا بعد ما بنتأكد كده ان كل المشاهد اللي هو بيعملها مستر ترافيك دي هي خاصة بالكلب كريبتو، فحاجة زي دي بتأكد معانا كده بشكل رسمي ان الكلب كريبتو هيتقدم معانا في فيلم سوبرمان اللي جاي. علشان بعد كده من ضمن الصور برضو اللي اتسربت لشخصية مستر ترافيك بنلاحظ كده في شعار غريب على البدلة بتاعته، ويمكن هنا مع الشعار ده اول حاجة هتيجي في بالي الشعار اللي كنت شايفه قبل كده مرسوم على اعلان، وقلت لك الاعلان ده فيه استر ايجز يخص شخصية ماكسويل لورد اللي برضو فيه تلميح عنها في فيلم سوبرمان اللي جاي. فهنا هتلاقي بالفعل ان نفس العلامة اللي موجودة على بدلة مستر ترافيك هي نفس العلامة الخاصة بشخصية ماكسويل لورد. فهنا في كلام كتير حوالين النقطة دي، يا ترى ليه العلامة دي محطوطة على شخصية مستر ترافيك؟ هل هيكون تابع لشخصية ماكسويل لورد؟ هنا من ضمن الكلام اللي يقال حوالين النقطة دي ان بالفعل هيكون مستر ترافيك وكمان هوك جيرل وميتا مورف بعين في الاساس لشخصية ماكسويل لورد، وده الكلام اللي يقال لحد دلوقتي، ووارد جدا يكون في سبب تاني غير ده ولكن هيتوضح بعدين. طيب بعيد بقى عن التسريبات شويه، خلينا نتكلم كده على ستوري كانت خاص بالمخرج جيمس جان ورئيس استوديوهات دي سي. وهنا بنشوف في الستوري دي فرقه الجاستس ليج، ولكن الجاستس ليج انترناشونال، وهتلاقيني وسبق كده اتكلمت عنهم في الفيديوهات اللي فاتت اكتر من مره، وقلت لك غالبا دول الجاستس ليج اللي هيتقدموا معانا في العالم السينمائي الجديد، وده لان معظم الشخصيات اللي متواجده معانا في الفرقه دي هي نفس الشخصيات اللي جيمس جان اعلن عنها ان هي هتظهر معانا في العالم السينمائي الجديد، بل كمان هيتم التلميح عن بعض الشخصيات منهم في فيلم سوبرمان، اللي زي ما شفنا كده مثلا شخصيه جاي جاردنر، كمان شخصيه بلو بيتل وويستر جولد وغيرهم كمان من بعض الشخصيات. فمش محتاج ان انا اتكلم كتير حوالين النقطه دي، لان خلاص كده احنا بنتاكد بشكل رسمي ان الجاستس ليج متواجدين فعلا في العالم السينمائي الجديد، وهيتم التلميح بالفعل حوالين النقطه دي في فيلم سوبرمان، وايا كان بقى الطريقه اللي ممكن يتم التلميح بيها.
علشان بعد كده بقى نروح للتسريب اللي بدأ ينتشر مؤخرا وهو عن قصة فيلم سوبرمان. طيب حابب انبه مرة تانية، لو انت مش عاوز يتحرق عليك اي حاجة من الاحداث دي فبلاش تسمع بقية الفيديو، لان بشكل كبير جدا الاحداث اللي انا هقولها دي هتحصل معانا في فيلم سوبرمان اللي جاي. فاول حاجة كده بنعرفها ان فيلم سوبرمان اللي جاي مش هيكون نفس البداية اللي اتقدمت معانا كده مع سوبرمان زاك سنايدر. واللي بيخليني اقول حاجه زي دي علشان خاطر فيلم سوبرمان زاك سنايدر كان بدايه العالم السينمائي القديم بتاع دي سي. اللي بنعرفه كده ان في العالم السينمائي الجديد الخاص بجيمس جان الابطال بالفعل هيكونوا موجودين، يعني من الاخر كده مش لسه هيتقدموا معانا ولسه مثلا هيتجمعوا نفس السيناريو مثلا اللي حصل معانا في العالم السينمائي القديم، بل كمان شخصية سوبرمان هيكون عدى عليها سنين في محاربة الجريمة. يعني دي بقى ولا هتكون السنة الأولى ولا التانية لشخصية سوبرمان. حاجة زي دي يمكن تكون اتوضحت معانا لما شفنا أكتر من جريدة بتتكلم على الإنجازات اللي عملها سوبرمان. بعد كده المفروض ان احنا هنشوف الفيلم مع شخصية كلارك كانت اللي بيحاول يعمل موازنة كده ما بين نشأته كبشري وكمان ارثه كآخر كريبتوني، واللي المفروض هيكتشف ان في صعوبة في الحفاظ على رمز الامل والتفاؤل. هل ده معناه ان احنا هنشوف فيه سوداوية في فيلم سوبرمان؟ فاحب اقول لك وارد جدا يحصل حاجة زي دي. مش معنى هنا ان الفيلم هيكون من اخراج جيمس جان، الاعمال بتاعته اللي عملها قبل كده كان فيها بعض الكوميديا، فده معناه كده ان فيلم سوبرمان يبقى كوميدي. اكيد يعني جيمس جان مش بالغباء علشان خاطر يعمل حاجه زي دي مع شخصيه اسطوريه زي شخصيه سوبرمان. اللي بنعرفه كمان كده ان المجتمع اتقدم معانا على انه ممل وقديم، بل كمان ممكن بعض الابطال الخارقين يضطروا ان هم يقتلوا ده لو لازم الامر. حاجه زي دي بصراحه عليها جدل كبير جدا، ان هنا كانت عامله مشكله مع العالم السينمائي القديم خصوصا مع المخرج زاك سنايدر وشخصيه باتمان. وطبعا انت فانزل دي سي فعارف كل اللي حصل بالظبط مع النقطه دي. فهل هنا جيمس جان هيكسر القواعد ويقدم لنا ابطال خارقين بيقتلوا؟ احب اقول لك وارد جدا ان يحصل حاجه زي دي، ولكن الكلام ده انا شايفه انه مش هيكون مع معظم الابطال. وجيت سالتني وقلت لي ممكن يكون مين، فاحب اقول لك ان ممكن الكلام ده يحصل مع فرقه ذا اثوريتي اللي قلت لك كده هم مشابهين شويه بالمسلسل بتاع ذا بويز، واللي اعتقد جيمس جان اصر ان هو يقدمهم معانا في العالم السينمائي الجديد عشان يكونوا ذا بويز الخاص بعالم دي سي. ولو هنا جيمس جان ناوي يقدم ابطال تانيين غير ذا اثوريتي ان هم يقتلوا، بصراحه شايف ان حاجه زي دي صعبه شويه ان جيمس جان يعمل حاجه زي دي، لان وقتها هيلاقي انتقاد كبير جدا، واكيد طبعا شاف الانتقادات اللي حصلت مع زاك سنايدر، فمش هيروح طبعا ويعمل المشاكل اللي تخلي الناس تنتقده ويخلوهم في الاخر زيه زي زاك سنايدر. طيب هنا كمان اللي بنعرفه ان ليكس لوثر هو الفيلن، ودي حاجه يعني بالنسبه لنا مش مفاجاه لاننا عارفين حاجه زي دي من البدايه. فالمفروض هنا ان ليكس لوثر هيكون قيادي للسياسيين وكمان الفاسدين في امريكا عشان في الاخر يتسببوا في حرب من خلال بيع الاسلحه في نزاع في دوله خارجيه، واللي بعدها كده بيبتدي يتدخل سوبرمان علشان خاطر يوقف الصراع ده. لكن بعدها بنكتشف ان الحكومه الامريكيه بتقبض عليه عن طريق مستنسخ، وده اللي بيقوم ليكس لوثر بصناعته. المفروض هيكون تحت مسمى الترا مان، وطبعا شفناه في اكتر من صورة من التسريبات بتاعه فيلم سوبرمان. طيب هنا بعد التسريبات دي وبعد الصور وبعد الكلام اللي انا قلته لك قبل كده، فده بنسبة كبيرة جدا هيكون الترا مان، وده الكلام اللي انا قلته لك لحد دلوقتي. واللي سبق وقلت لك كمان ان ايوه ليكس لوثر هيكون هو الفيلن الرئيسي، ولكن هيكون معاه شرير تاني، والنقطة دي اتكلمنا فيها وقلنا ان الشرير التاني هيكون فعلا نسخة من سوبرمان. فاعتقد كده بعد الكلام ده بدأنا نوصل كل حاجة ببعضها بشكل كويس. فالمفروض كده ان المستنسخ ده بياخد الاوامر بالفعل من الحكومه الامريكيه، ولكن بيخرج للاسف عن السيطره وبيتحول لشرير ايا كان بقى، هيكون تحت مسمى الترا مان او حتى بيزارو. فبعدها كده المفروض سوبرمان بيحاول ان هو يوقفه بمساعده اصدقائه الابطال الخارقين، اللي زي ما شفنا كده من التسريبات ان دايما مستر ترافيك كان متواجد معاه وملازمه، علشان ده هيكون اكتر شخص بيحاول ان هو يساعده ما بين بقيه اصدقائه الخارقين. واللي زي ما احنا عارفين كده ان لسه عندنا هوك جيرل وكمان جاي جاردنر وكمان معانا ميتامورف، نقدر نقول كده عليهم الجاستس ليج. ولكن هنا لو جينا نقول عليهم الاسم ده فاحب اقول لك ان دول مش الاعضاء الرئيسيين في الجاستس ليج، لان بالفعل لو دول من ضمن اعضاء الجاستس ليج يبقى كده اقدر اقول لك ان لسه كده هيتقدم معانا شخصيه باتمان وكمان فلاش ووندر وومن، بس ده ما يمنعش ان الجاستس ليج هم بالفعل متواجدين في العالم ده، بس استبعد ان هم يتقدموا معانا بشكل رسمي في الفيلم ده، لان في الاول وفي الاخر ده فيلم يخص سوبرمان.
فهنا كده وقت ما سوبرمان بيحاول يوقف بالفعل المستنسخ، على الجانب التاني المفروض لويس لين تحاول هي والطاقم عمل جريدة الديلي بلانيت ان هما يكشفوا فساد ليكس لوثر والجرائم بتاعته، اللي ده في النهاية بالفعل هيحصل شروع في صحيفة الديلي بلانيت. ايا كان هنا بقى ازاي هيقدروا يوقفوا المستنسخ او غيره، وعلى الجانب التاني ازاي هيقدروا يفضحوا ليكس لوثر، فالمفروض كده نوصل مع النهاية بان سوبرمان هيكشف هويته السرية للويس لين. بصراحة مش مستبعد حاجة زي دي لانها بتحصل في معظم افلام سوبرمان وكمان المسلسلات بتاعته. على الجانب التاني المفروض ليكس لوثر هيترشح لانه يمسك رئاسة امريكا، ولكن يقال ان الفيلم مش هينتهي هنا، الفيلم هينتهي بوصول شخصية سوبر جيرل الى كوكب الارض، وايا كان بقى الطريقه اللي هيقدموها بيها، بس المفروض هنا ده هيمهد للفيلم الخاص بيها، هو فيلم وومن اوف تومورو. طب هل بالفعل الكلام ده اللي هيتنفذ معانا في فيلم سوبرمان اللي جاي؟ خليني اقول لك كده، لما تيجي تراجع الكلام ده مره تانية وتفكر فيه بالعقل، هتلاقي ان بالفعل في حاجات من الكلام ده احنا شفناها يعتبر كده من موقع التصوير، واهمها كده شخصيه المستنسخ، وايا كان بقى نسميه الترامان او حتى بيزارو. واللي اكدت معاك في الفيديوهات اللي فاتت اكتر من مره ان كان في كلام واخبار منتشرين من فتره ان بالفعل ممكن يكون الترامان او بيزارو بجانب ليكس لوثر. فاحنا كده كده عارفين ان ليكس لوثر هو اللي هيكون الفيلن الرئيسي وهيتسبب حرفيا في كوارث، فلحد هنا ده الكلام المنطقي. كمان نقطة ان سوبرمان يكشف هويته للويس لين دي حاجة برضه متوقعة، وليكس لوثر ان هو يرشح نفسه لرئاسة امريكا دي برضه حاجة متوقعة. اما بالنسبة للنقطة ان ممكن يكون فيها نقاش شوية، هما الابطال الخارقين اللي هيتقدموا معانا في فيلم سوبرمان، وهل فعلا هيتقدموا معانا تحت مسمى الجاستس ليج ولا هيكونوا تحت مسمى حاجة تانية؟ فهنا ان هم يتقدموا تحت مسمى الجاستس ليج فدي حاجه طبيعيه، لان زي ما قلت لك كده ان هيكون عدى فتره على ان سوبرمان متواجد في العالم ده. يعني من الاخر كده الفيلم مش هيكون تمهيد ان هو لسه بقى هينشا الجاستس ليج ولسه في ابطال هتتقدم معانا، ولا الكلام اللي حصل معانا في العالم السينمائي القديم. من الاخر كده هيكون فعلا متواجد اعضاء الجاستس ليج، وشايف بصراحه ان حاجه زي دي شبه الفيلم بتاع الجاستس ليج مورتال، واللي كان من احداثه كده بيعرفك ان الابطال الخارقين متواجدين في العالم ده بقالهم فتره طويله. ولكن هنا يبقى السؤال، طب هنا لو الجاستس ليج متواجدين معانا في العالم ده، ولو نفترض مثلا ان هيتم التلميح عنهم، يبقى كده هيكون متواجد باتمان، فهل كده هيكون في تمهيد لشخصيه باتمان ان هي تتقدم معانا في فيلم سوبرمان؟ فلحد دلوقتي بصراحه مش هقدر اجاوب على السؤال ده، لان زي ما قلت لك قبل كده بدل لحد دلوقتي ما تمش اختيار ممثل يعمل شخصيه باتمان في العالم السينمائي الجديد، فهو بالفعل هيتم التلميح فقط عن شخصيه باتمان. ولكن إذا تم اختيار ممثل لشخصية باتمان قبل الانتهاء من تصوير فيلم سوبرمان، يبقى نقدر نقول كده إن شخصية باتمان هيبقى لها كاميو في فيلم سوبرمان اللي جاي، وده اللي أنا شايفه من وجهة نظري. ممكن يحصل حاجة تانية غير دي. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك، وبيس.